بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نوريكم كيفاش تخدموا الدجاج من البداية للنهاية. عندنا هنايا 3 مراحل بعد نبداو بالكوشيطي. راه عندنا 105 دجاجات. كما كتشوفوا هنايا الدجاج الأولى نفوتوه نقلوا له ذوك المصاري ونقلعوا له ذوك الجنوحات الزياده كما تشوفوا هنايا، نقلعوا ذاك العناق باش ما يجيوناش في الخدمه. نقوا في الداخل باش ما يبقاو فيه ديك الفنجاره تاعو. كما تشوفوا هنايا الخدامه والستاجير راهم ينقوا هنايا كما تشوفوا. كما تشوفوا نقوا مليح الدجاج تاعنا وبعد نفوتوه للفرن على النار. كاش ريش زياده ولا نقلعوا داك الريش الزياده كما تشوفوا هنايا. ها ولا رانا نحرقوا فيه داك الريش الزياده. من بعد يفوت على الماء، ديروا له الماء، ديروا شي ملح شي خل عندكم. والماء كل 15 دجاجه بدل الماء تاعك، 15 دجاجه ولا 20 بدل الماء تاعك باش تنقوا في الماء نقي. بعد ستفوا في البلاوات، دير الزيت في البلاوات. والتوابل راني خادم، راني داير راس الحانوت والحرور سكنجبير فلفله حمراء. راح نديركم في صندوق الوصف التوابل عدد المقادير ل 105 دجاجات. درنا الحرور كما قلت لك، الفلفله حمراء سكنجبير زعفران كركم. والحرور نقوي شويه على اللي سخنين. وكما تقدروا ديروا غير الحرور والسكنجبير والملح. اللي عنده زعتر يدير زعتر. كيما هنا عندنا بصل وثوم فوتناهم مرابي. وكيما تقدروا نديرهم روندالات ولا تقطيع عشوائي البصل. تسمى هنايا مقادير تاع الرن درت منه. نعمرو في كلشي داك الدجاج التوابل مخلطه بالملح وكلش. نزيدوا البصل تاعنا، نديروا الرند. اللي عندكم الطوماطيش تاع الحبه فاني كتعود ديروا طوماطيش تاع الحبه. نزيدوا نرشوا الزيت الفوق باش الزيت تاعنا يلصقوا. ونزيدوا نعاود نرشوا التوابل تاعنا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هنا الزر راه من الفوق. من بعد نقلبوا الزر يجي من تحت باش الزر شغل فيه اللحم يتحمل الحراره، يكون ملامس تماما للبلاط تاعنا. نقلبوه ونزيدوا نفس العمليه، نديروا الزيت والتوابل تاعنا. هذه لاصوص الجيريا، تبغوا ديروا لاصوص الجيريا ولا ديروا موطار. احنا عندنا لاصوص الجيريا، جربوها تجي الدجاج تاعكم ما شاء الله. خلطت فيه المره اللي فاتت سكالو، وهذه المره الدجاج جا ما شاء الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يطرينا الدجاج ويعطينا بنا ما شاء الله. اللهم يا ربي صبرني. تشوفوا نفوتوا كاع بيدينا على شحال تاع الكلوه تاع الجمر دايروا هنا مليح. الكلوه تاع الجمر نقلبوه يا تشوفوا نقلبوا الدجاج تاعنا كامل نقلبوه. كيما هذا البلاي فدنا 15 دجاج. يعني عندنا 105 دجاجات وعندنا 6 كوش. يسمى حاسبت عليه نحتم عليه 15 دجاجه. هي ندير 12 بزاف، 12 يطيب موسع. احنا عندنا اسمها اللي فور شابين ما شاء الله، ما خافش عليهم طابلين ما شاء الله. والكوش تاعنا يكون سخنهم من الاول. انا كي بديت الصباح ل 6:30 درت الكوش يحماو وقعدنا نخدموا في الدجاج. حتى 8:04 بديت نماريني في الدجاج وندخلها للفرن. اللي فوق كانوا حامين 100 درجه. نوريكم نخدموا كاع لي بلاط تاعنا كيما هاك كيما تشوفوا. ونديروا الدهان تاعنا من الفوق. بعد ما نقلبوا الدجاج المرحله الاخيره نديروا الدهان من الفوق، شويه دهان هكا باش يعطينا تحميره شابه للدجاج تاعنا. إذا قلت لكم اللي عنده الزعتر ولا يرشها زعتر من فوق يعطيك بنه شابه للدجاج. ميم هكا وجا شباب ما شاء الله، جا طري، جا طايب مليح ما شاء الله. زبده
انا نسيت الزيت، ما درتش في الاولى في البلا، زدت فيها زيت. نروح للفور تاعنا او البلا تاعنا، نروحو للفور. ديجا رانا مسخنين الفور من قبل. دائما تخدموا اون جروب ينقي، جروب يشوط، وجروب يغسل، وجروب يطيب الغاب باش تطيبوا الجاز تاعكم بالخبر باذن الله. كما تشوفوا ها هو الجاز تاعنا المرحله النهائيه، راه وددنا، رانا سمينا من الدراري، بقاونا غير تاع الاساتذه، بقاونا زباوات كما تشوفوا الجاز ما شاء الله. ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وان شاء الله كاش استفسار ولا كتبوا لنا في التعليقات. لا تنسونا بالدعاء والجام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبارطاجيو ديال اللايف. Oh.